يعني يا جماعه عجبكم ده اللي بيعمله مارسيل كولر معانا يعني يا جماعه؟ يعني ده عاجبك كده؟ عاجبك الاداء القرف اللي احنا شايفينه ده يا جماعه؟ يعني خليته شويه ناس يعني شويه زملكاويه وعالم يعني شماتوا في ميتين ابونا. يعني عاجبك كده؟ يعني قول لي بس بصراحه، عاجبك الاداء ده؟ ايه الخرا اللي احنا شايفينه ده النهارده يا جماعه؟ يعني ده ينفع؟ ده النبي ده يرضيك ده؟ نفسي يعني مثلا لو انت قلت مثلا قيمني اللعيبه اقيمك اقول لك ايه؟ اقول لك مثلا بيرسي تاو سالب من الهايه، مش يا ريت صفر مثلا سالب من الهايه. انت عايز الاهلي يرجع لمستواه ويلعب كرة حلوه زي ما كنا بنشوفها ايام ابو تريكه والعالم دي كلها وبركات والعالم ده؟ عايزين نشوف كرة حلوه زي زمان كده وحاجات دي حلوه زي كده؟ مشوا مارسيل كولر، مشوا حسين الشحات، مشوا بيرسي تاو، مشوا كريم نيدفيد، مشوا شويه اللعيبه الورق دي مالهاش 30 اي لازمه. واقسم برب الكعبه انا على قناتي التانيه قناه محمد شبرون انا عامل فيديو 25 دقيقه وانا بتفرج على الماتش، انا شتمت وهرتلت وسبيت ومنك لله كولر. هبقى اسيب لك الفيديو تشوفه. ده انا بس بعمل لك كده عشان انا متضايق والله، فيا اللي مكفيني والله. والله فيا اللي مكفيني، انا مخنوق خنقه ما يعلم بربنا. امام بيلعب وينج يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ طب ما تلعب يا عم طبيعي يا عم. حسين الشحات في مكانه، بيرسي تاو في مكانه. انت يعني ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ما تلعب يا عم. يعني نفسي اعرف انت بتلعب ما لعبش اشرف داري ليه؟ وبعدين ايه ياسر ابراهيم؟ انت بتعمل ايه يا ياسر ابراهيم؟ ايه انت بترجع بظهرك ماشي، وايدك انت ايدك مقبله سايبه، ايدك سايبه دي ايه دي؟ ايه يا عم؟ ضربه جزاء. واقسم برب الكعبه يعني الواحد بص، انت عارف ضربه الجزاء دي ضاعت ليه؟ عشان جماهير الاهلي، عشان قاعده هتبيض. والله يا ابني ضاعت عشان جماهير الاهلي. انا قاعد بص انا قلبي هيقف. تخيل انت مثلا جون وفي الدقيقه 88 باين 1-0 ويا رب، فيبقى انت محتاج تجيب جونين وانت اساسا مش عارف تجيب جون. الوحيد اللي بيعمل مجهود في الملعب الوحيد وسام ابو علي، اللي اديله 5 من 10 على مجهوده وعلى اللي هو بيروح وبيجي. يا عم ده في الدقيقه حاجه و80 بيدافع، راح يلعب رمي التماس من نص الملعب. كريم الدبيس يا عم ده رب الكعبه. انا قلت انا لما الشوط الاولاني قلت ايه؟ طبعا انا ماشي كويسين الشوط الاولاني، حلوين ماشي الشوط الاولاني، على الاقل مثلا نخرج لو في مثلا لمسه اخيره، لمسه حلوه، بس لمسه حلوه. او في بدايه في الدقيقه 6 كان في فاول، لو كان رمى بقى حاملها بدماغه كان جول. في مكان وسام ابو علي شاط كره كانت في النص، في نص الجول، كانت الجمله كده عملت. فاهم انت؟ في الدقيقه 25 كان في هجمه، كان ممكن نخرج 2-0 في الشوط الاولاني. فانا قلت ايه؟ ان شاء الله الشوط الثاني هننزل تبديلاتك بقى يا كولر، ظبط لي بقى الدنيا يا كولر، عامل لي بقى شغل حلو يا كولر، ظبط لي الدنيا يا كولر، نايل لي الدنيا يا كولر. بقينا اسوأ من الشوط الاولاني. انا قاعد اتفرج مثلا فانا قاعد اتفرج كده لقيت مثلا إيه اسمه ايه، قفشه مجمع اللعيبه ويلا يا رجاله ولازم نجيب يا رجاله. قلت بقى اللعيبه دي تنزل تاكل النجيله. ما شفتش حاجه، انا شفت النجيله بس ما شفتش حد بياكل النجيله. امام وحش وبيرسي تاو زباله وحسين الشحات نزل ازبل منه وكوكا زباله الزباله ومروان عطيه. يا رب ارحمونا يا جماعه ايه اكرم؟ مالك يا اكرم؟ في اكرم مالك يا اكرم؟ مالك يا اكرم في ايه؟ انت ولا تمريره صح، ولا بص صح، ولا شوطه صح. ده انت شوطه شوطه كده تروح الكورنر يا عم. في يا جماعه ده امام عاشور بس شوطه شوطه بس اللي شاطها جت في نص الجون. رضا السيد صدها على مرتين. واحنا عملنا النهارده يا جماعه؟ ورب الكعبه وعزه وجلال تمام نستحق نكسب. واقسم برب الكعبه من نستحق نكسب. انا قاعد اتفرج على ماتش دلوقتي باين زد وبتروجيه حاجه زي كده الشوط الاولاني، وانا قاعد اتفرج كده وانا قاعد بس ايه يعني، فاهم انت؟ قاعد مخنوق. والله بيلعبوا كوره احلى مننا، ورب الكعبه بيلعبوا كوره احلى مننا. يا جماعه انت عارف انت عارف مين بيدافع في المركز الكام؟ مركز ال 15. انت عارف مين كسب كام ماتش؟ كسب ماتش واحد بس، اتغلب 3 وتعادل 3. بتعادل 3 معانا، تخيل انت. يعني انبي، عارف انت مثلا الفيلم كان بتاع الاهلي والزمالك ده، مش فاكر بتاع عزت ابو عوف باين حاجه زي كده. انبي بيوجعني تكك، انبي بيوجعني تكتك، هو ده بالظبط، ده ملخص الموضوع. واقسم برب الكعبه الزمالك كان بيلعب الاتحاد السكندري كسب 2-0. فانا قلت ايه، بص يا رب بقالي في اسبوعين يعني بتريق على اصحاب الزملكاويه وعلى الفيس وهنا واصحابي في الشيء تك 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 وطخ طخ طخ. وتعادلتوا مع سيراميكا 1-1 وتعادلتوا مع طلائع الجيش 2-2. ايوه ايوه خش خش خش. وانا بتكلم في حل ماتش الزمالك،
فقلت ايه يابا هيقبضوا على ميتين ابويا وهيقول لي بقى احنا كسبنا ومش عارف وهرتلت السنين، مع ان كان في ظلم تحكيمي، بس يا عم احنا ما بنبصش للكلام ده. وقلت ربنا يستر بكره على انبي، ما بخافش انا من العالم الهائي. انا والله يا ابني، وانا والله في قناتي قديمه موعد وتوقيت المباراه برضه بنزل فيها فيديوهات. قلت ماتش سهل، المفروض ماتش سهل على النادي الاهلي يكسب سكور. احنا كسبنا بشباب بولوزات 6-1. يا جماعه يا جماعه احنا وحشين يا جماعه. طب خلي بالك احنا كسبنا اقول لك احنا كسبنا شباب بولوزات 1-6-1 ليه؟ عشان احنا كنا وحشين الشوط الاولاني فدخل فينا جول، فاحنا حظنا حلو. حسين الشحات ادى كوره لوسام ابو علي، فهي جت في ايه، في المدافع كده، المدافع شباب بلوزداد راحت لوسام ابو علي البركه الله يصلح حاله، اللي بيعمل عليه لقطها ترك جول على طول. طب لو الكوره دي مثلا راحت لكهربا ولا اي ابن لذينه تاني في الملعب هيعملها زي وسام ابو علي؟ يا جماعه ارحموا ميتين ابونا بقى، ما تخنقوناش يا جماعه باب الخرا اللي احنا بنشوفه ده يا جماعه بقى، ما تخنقوناش بقى يا جماعه باب القرف اللي احنا بنشوفه ده يا جماعه. نزلنا الشوط الثاني طبعا شباب بلوزداد ده استهيف والله يا جماعه. لو في لعيبه تقيله فرقه تقيله هتبين عيوب النادي الاهلي في الدفاع والوسط وكل حاجه. انت عندك عمرو السوليه بره، طب انت منزل لي عمرو الساعي ومحمد سمير ليه؟ ما بيلعبوا. انت ماتش زي ده انت اساسا 0-0 وممكن تتغلب، منزل لي واحد زي ده، يعني منزل فين عمرو السوليه يا عم؟ ده انا قلت تشكيل وانا بتفرج على الماتش وانا بتفرج على الماتش في اللي بتاع. يا عم حط كريم الدبيس جناح يمين، وحط حسين الشحات جناح شمال، خلي يحيى عطية الله، سيب مروان عطيه وقفشه وامام عاشور، ما تغيرش حد يا عم، بس ده كل اللي انت عايزه، واسامه ابو علي. لكن انت يعني ايه اللي انت عامل كولر مالك يا كولر؟ فيها كولر مالك يا جدو؟ فيها جدو ما تخليش فيها كولر مالك بتهرت لا كولر وتقول لي وفي اللي بتاع في التحليل وانت الصحفي بيسالك مش عارف تقول له اصل هم واقفين دفاع مين يا عم؟ انت لو بتلعب كوره يا عم الحاج، والله لو بتلعب كوره هتكسر الدفاع بتاعهم ده، هتدغدغهم يا عم. ده انت الماتش ده تخلص ورب الكعبه على الاقل 6-0 باللعب جماعي. وانتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ نفسي اعرف انتوا بتعملوا ايه؟ فين اللعب؟ فين الجمل؟ فين اللي خد وهات وهد وتك وعرضياته فين؟ مش مستغلين وسام ابو علي ليه؟ يا جماعه ايه الخرا اللي احنا شايفينه ده يا جماعه؟ ده منظر ده انا ورب الكعبه انا حللت المباراه وانا بتفرج الماتش مثلا 100 دقيقه، اقول مثلا 100 دقيقه، انا حللتها في 25 دقيقه، انا عملت مجهود اكتر منهم من اللعيبه والله. عملت انا دم محروق بص منك لله كولر، منك لله، منك شمت شويه زملكاويه يا ربي يا ربي. يا جماعه ارحموا ميتين ابونا بقى هاتوا لنا صفقات، هاتوا لنا لعيبه عدله بقى يا جماعه بقى، بلا القرف اللي احنا شايفينه ده يا جماعه بقى. والله والاهلي بياخد بطولات مش عشان كولر والاهلي بياخد بطولات عشان الاهلي. كنا زمان بنشوف لعيبه فين اللعيبه دي؟ حسين الشحات ماتش حلو 10 لا، امام عاشور نفس الكلام ماتش حلو 100 لا. وبعدين هو اساسا امام عاشور انت بتلعبه ليه جناح؟ فيا جماعه في ايه اللي هري؟ وبطلع انت بتطلع لي مروان عطيه ليه؟ بتطلع مروان عطيه ليه؟ وما لعبتش اشرف داري ليه؟ ما انت كل مره بتلاعب اشرف داري، ما انت بالك ماتشين بتلعب اشرف داري، شباب بولوزداد الماتش اللي فات بتاع المصري، ما انت بتلعب واللعيب 100 كويس يا جماعه. ما لعبتش اشرف داري ليه النهارده؟ برضه لعبت لي رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللي هم اساسا مش فاهمين بعض، انا اساسا مش فاهمهم. حتى الشوط الاولاني كان كويس، يعني رامي ربيعه بيعمل كده ايه؟ عارف انت اللعبه اللي هي الطوليه اللي بيعملها من الدفاع للهجوم دي، بس احنا مش عارفين نستغلها، بنضيع ولمستنا وحشه وبسطنا وحشه ومفيش حد عارف يباصي ومفيش حد عارف يعمل اي حاجه ولا شايف عرضيات لوسام ووسام اللي يا جماعه يا جماعه ارحمونا بقى يا جماعه بقى بالقرف اللي احنا بنشوفه ده يا جماعه. يعني احنا لعبنا 6 مطوشه، كسبنا 3 وتعادلنا 3، فقدنا 6 نقط، والزمالك بيقدم لنا هديه وبيراميدز بيدينا هديه. يعني الزمالك بتعادل ماتشين خسران الماتش، وبيراميدز نفس الحاجات بيتعادل ماتشين وخسران الماتش. يعني الزمالك في المركز الاول وبيراميدز في المركز الثاني واحنا في المركز الثالث. يا جماعه احنا ليه الماتش مؤجل يا عم، بس ما ماتش ما هو سهل يا جماعه، ماتش قدام سبوحه يوم السبعة باين يناير. ينفع كده يا جماعه؟ يعني ينفع كده نتعادل مع ام بي اللي في المركز ال 15؟ يا جماعه اتقوا الله يا جماعه بقى، اتقوا الله بقى يا جماعه، ارحمونا بقى يا جماعه.
ده الزمالك الماتش اللي فات عمل شغل عننا. الزمالك لعب الاتحاد عمل شغل عندنا يا جماعه. ده احنا الاتحاد ده متعدين معاه 1-1. الزمالك كسبه 2-0. وما فيش النهارده، ما بتقوليش بقى في فجر تحكيمي، لا، ما في. التحكيم كان كويس النهارده. كان في عادله تحكيميه، وضربه الجزاء ضربه جزاء صحيحه. ما عادش حد بقى يصيح لي ويقول له هو ظلم ومش ظلم، لا، احنا واقفين. احنا ما نعملش ما نعلقش على التحكيم. احنا كنا زباله النهارده. الزباله انضف منا والله. ده تشكيل، ده الاهلي اللي بيلعب ده النهارده. ده الاهلي. بقى ارحمونا بقى يا جماعه بقى، يا عم كولر يمشي بقى ولا اتنين، مش ناقصين خرا يا عم بالقرف اللي انت بتقدمه لنا ده يا عم. يا عم ارحمونا بقى يا جماعه بقى، ارحمونا بقى. ده احنا نلعب كاس العالم كده عايزين صفقات يا جماعه. يبقى قاعدين كل شويه جايبين بن حاجه ومش عارف، جايبين رمضان من رمضان، وجايبين مش عارف مين، وصفقه برازيليه، وفي الاخر خلاص الاقي ايه؟ الاقي لسه كريم نيدفيد بيلعب في النادي الاهلي، لسه بيرسي تاو بيلعب في النادي الاهلي، ومش جايبين اي حد. ارحموا ميتين ابونا بقى يا جماعه. صفقات بعيده لو ماشي بقى، اللعيبه ما لهاش 30 اي لازمه بقى في الملعب، في الملعب ما لهمش 30 اي لازمه خالص يا جماعه. ارحمونا بقى يا جماعه بقى بالقرف اللي احنا بنشوفه ده بقى يا جماعه. ما تخنقوناش بقى يا جماعه بقى. سلام يا عم بالقرف.